السلام عليكم، مرحبا بكم في كويزين معاهد. راح نقدم لكم البسكوي. راح تشوفوا المقادير معانا. كاين 2 حبات بيض، 2 مغارف كبار تاع مايزينا، كاس تاع الكاكاو عفوا، كاس سكر، كاس زيت، كاس قهوة، 2 فرفارة، وحدة لافاني. راح تتابعوا معنا المقادير. هذا البسكوي راح يجيكم شباب وهايل بزاف وخفيف. راح تشوفوا معنا كيفية التحضير. راح ناخد 2 حبات بيض تاوعنا، وراح نزيد معاها كاس سكر عادي، ووحدة لافاني. وكاين اللي تبغي ديريها بودغ، تبغي ديريها ليكيد. وراح ناخد الباتر نتاعنا، وراح واللي ما عندهاش الباتر تستعمل الفوي عادي. راح نضربهم مليح مليح، هذا السكر مع البيض. راح نضربهم غاية باش هذاك السكر نتاعنا يذوب لنا. شوفوا اللون تاع البيض كي تبدل. وراح ناخد الزيت، كاس تاع الزيت. نبقى نديرها غير بشويه باش البسكوي نتاعنا ما راحش يجينا مزيت. راح ندرب مليح، او ميم طون راني نزيد في هذاك كاس تاع الزيت، نزيد غير بالعقل كيما راكم تشوفوا معانا. تابعونا طريقه بطريقه. وان شاء الله تجربوها وتقهووا بيها. ودوكا راه ولادكم يقراو، ديروا لهم حاجه ياكلوها على الصباح كما راكم تشوفوا معانا. ها هي، تابعونا طريقه بطريقه. انا استعملت هنايا القهوه، النسكافيه، دوبتها في الماء كيما راكم تشوفوا. راح نديرها كاع كامل. تقدري تيا تستعملي بديل القهوة، تستعملي شوكولا، ولا ما عندكش نورمال عادي تقدري ما تستعمليهاش كاع. سؤال انا استعملت القهوة. البسكوي تاعنا باش تعطي هذيك النكهة، نكهة القهوة. وراح ندربهم مليح مليح. وراح ناخذ هنايا كاكاو. انا استعملت 2 مغارف كبار، وراح نغربلها على خاطرش الكاكاو نتاعنا يدي واحد الضوائر. لازم تغربليها كيما راكم تشوفوا معانا. وراح ندربها بالباتر كيما راكم كيما تبعونا كيما راكم تشوفوا. راح ندربها مليح حتى هذاك الكاكاو يتخلط لنا مع المكونات الاخرى اللي كنت دايرتها. وراح كي ندربها راح ندربها مليح. راح ناخد شويه فرينه، وناخد معاها 2 فرفاره. كيما راكم تشوفوا انا لهنايا الفرينه درت الحساب. عيني هي ميزاني، هي قادره تدخل لك 2 كيسان تاع فرينه ولا 3، على حسب المكونات اللي تكون عندكم، على حسب الخليط اللي يكون عندكم يكون خفيف. قدري تزيديه الفرينه، قادره تدخل لك 2، قادره تدخل لك 3. كيما شوفي تابعينا راح تشوفي الخليط نتاعنا كي غادي يولي. راح ندربها مليح بالباتر. ها هي كيما راكي تشوفي معانا. هاد البسكوي هايل بزاف بزاف. كاين اللي يقول لك استعملته يجيني ثقيل، يجي خفيف، يجي هايل بزاف. راح نزيد الفرينه قلت لكم لحسب الرغبه. سمحوا لي هنايا كان طفى الضوء. راح نكملها كاين اللي انا راح تكملتها بالمغرف.
قلت لك تقدري انا نكملها ديريكتومون بالباتر. لا غالب هنا يطفى عليا الضوء. لازم لازم نتوما تكملوها بالباتر. قلت لكم تقدروا ديروها بالفوي، اللي ما عندهاش الباتر يديرها بالفوي. ها هي كما راكم تشوفوا معنا شو كي تقالت. تقالت لنا اما نديرها ثقيله ما نديرها خفيفه. لازم ما تقلوهاش بزاف لخاطرش البسكويت تاعكم راح يجيكم ثقيل. وهنايا رحت جبت بلا تاع الفور. راح ندير البسكويت تاعنا. قبل ما ديري البسكويت تاعك تبقي تستعملي البابي، واللي ما بغاش يستعمل البابي راح نمسح الصنين تاعنا بالدهان كامل كامل. كامل الصني راح ندهنوه. ولا استعملتي البابي كما انا استعملته، انا درت غير البلايص اللي قعدوا لي خاويين بلا بابي كما راكم تشوفوا. وراح نستفها مليح باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هاوده. وراح نخبطها شويه وراح ندخلها للفور تقعد لنا نص ساعه. وبعد ما طابت لي رحت زينتها، درت لها العسل والسكر غلاس وانتم زينوها كيما بغيتوا. وها هي